الأب دلوقتي محبوس ومعايا الأم والبنت الضحية هيروا تفاصيل الواقعة. مساء الخير يا حاجة نهى، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا من 5 شهور بالظبط كنت في المستشفى بين الحياة والموت بسبب برضو اهمال زوجي دي ليا، ان هو ما تبعش حالتي من الاول وحالتي اتطورت. وقمت رحت المستشفى وانحجزت في الجامعة 2 شهر وعملت عملية استئصال من المصارين وعملية استكشاف، وكانت حالتي حرجة وما سألش برضو ولا جلي. وبعدت اشوف ولادي وانا بين الحياة والموت، رد على الناس وسطة الخير الجيران اللي هنا، قال لهم انا هبعت لها عيالها لوجه الله، وما استجابش ولا بعت لي حد. وبعد ما طلعت من المستشفى انا برضو قلت لعمه اللي هو ابن عم ابوه جاي يشوفني هنا، قلت له احنا مش عايزين منهم حاجه ولا عايزه منهم المصاريف اللي امي صرفتها عليا اللي هي سلفها من ايدين الناس. امي كانت بتشحت عليا يا استاذه، وفي الوقت اللي انا متجوزه فيه في رقبه راجل، وماضيه على نفسها شيكات علشان خاطر كانت تعالجني. هو بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش، ان هي جات له شغلانه باليوميه، جات له ما جاتلوش هنام في البيت. هل بيتعاطى مثلا مخدرات لا. او حاجة من الحاجات دي؟ لا. يعني هو كان في كامل وعيه لما عمل كده؟ اه طبعا من اسبوع بالظبط تقريبا عيالي ما كانوش بيجولي، من اسبوع بالظبط تقريبا بصيت لقيت بنتي جات لي قالت لي احنا يعني انتي كنتي منفصلة في بيت تاني؟ انا كنت هنا في بيت والدتي، يعني ايه وهم ده بيت بعيد عني والدتك؟ في بيت ابوهم اللي هو في عزبه جنب الحلميه هنا، انت اسمها عندك عزبه ابو شحاته. عندك ولاد قد ايه غيرها؟ معايا عبد الله 11 سنه ومحمود 9 سنين. تمام، كملي كلامي. من اسبوع بالظبط الحد اللي فات اللي هو زي النهارده بنتي جت هي وولادي الاثنين علشان يقعدوا معايا يومين. طبعا اي ام مش هتطرد عيالها، يعني انا عايزاهم، يعني مش هوصف لك ان انا كنت فرحانه، قلت لهم تعالوا يا ريتوا يسيبكوا ليا زي ما انا قلت له، يا ريتوا يسيبكوا ايه وتفضلوا معايا وفي حضني. طبعا بنتي مريضه بالتبول اللا ارادي من شده الخوف والقهر اللي هي الضحيه نجار، اللي هي نجار. طبعا انا لما جت قعدت باتت معايا يوم والتاني، فلقيت بنتي لسه مريضه ما اتعالجتش، وكل ما اقول له عالج بنتي طبعا مفيش يعني مفيش اهتمام، مفيش لا مبالاه، مفيش يا استاذه كان بابا انام في البيت وانا بطلع اشتغل في الغيطان واطلع اخدم في البيوت واطلع اشتغل في اي شغل تتوقعيه اشتغلته في الحلال عشان اوكل عيالي واربيهم. ما كانش عندي شقه، بعت ورثي وبعت اللي حيلتي كله ورحت بنيت له شقه في بيت ابوه علشان خاطر عيالي ما يبقوش اقل من حد. بعت ذهبي وجبت له طفطف وباعه وانا في المستشفى. اشتغلت ولميت وكبحت وجبت حته جاموسه لعيالي باعها وانا في المستشفى. ضيع كل حاجه انا كنت عاملاها لاولادي في ظل ان انا في المستشفى. يعني هو استغل وجودك في المستشفى وعمل ده كله. ضيع كل حاجه وضيع بنته كمان. يا ريته ضيع كل حاجه وساب بنته، لكن ضيع كل حاجه وساب وضيع بنته معاه. المهم انا لقيت كده بنتي لحالها بتعمل حمام على نفسها برضو، فانا قلت لابني روح قول لابوك امي بتقول لك هاتي فلوس علشان خاطر تعالج اختي اللي لسه بتعمل حمام على نفسها. قال له ماشي انا هبقى ابعت لك لما اقبض. لما يقبض منين؟ هو مش موظف. طبعا هو ده عدم اهتمام. انا بقى خالي بعت لي 100 جنيه يا استاذ. واحد زي ده واحد زي اي حد فاعل خير بيجي عارف ان انا وليها تعبانه ومريضه وقاعده مع امي ومش حالتنا حاجه، بيجوا يساعدونا مساعدات ماديه. طبعا انا خدت ال 100 جنيه وقلت انا هروح اكشف على بنتي، ومشيت من هنا زي دلوقتي كده. خدت بنتي وطلعت على ابو حماد، سالت واحده جارتنا هنا ممرضه، قلت لها في دكتور مسالك بوليه كويس قولي لي عليه عشان بنتي الامر 1 2 3. قالت لي في دكتور في ابو حماد، لا داعي لذكر الاسماء لان الناس تزعل، كذا كذا وروحي. رحت له. طبعا رحت وصلت يا دكتور ده دكتور مسالك بوليه، انا بنتي بتعمل حمام وبتعمل تبول لا ارادي على نفسها من الخوف عشان يكون عندك خلفيه. قال لي ماشي يا ماما نايماه على السرير
وانا هشوف فيها ايه. طبعا نيمت البنت على السرير والدكتور كشف عليها، وهو بيكشف عليها بيقول لي انت تجيبي لها ايه؟ انت تجربي لها ايه؟ قلت له انا امها. قال لي انت امها؟ قلت له. قال طب قومي يا نجار استني ماما بقى. طبعا قلت له ايه يا دكتور في ايه؟ هي في حاجه خطر يا دكتور في البيت؟ قال لي يا ماما انا شايف وراح ساكت شويه. قال لي انا شايف ان البنت دي في بطنها جنين. قلت له انت بتقول ايه؟ بطنها جنين ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ بنتي فيها ايه؟ قال لي انا شايف ان بنتك في بطنها جنين. انا عايزك تهدي وتمسكي نفسك لان انت بتعمليه ده مش هيحل حاجه. طب قلت له طب انا اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ انا دلوقتي يعني اعتبر ان انا انشليت تفكيري ان شاء الله، مش عارفه اتحرك ازاي ولا عارفه امشي ازاي. طب اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ قال لي لازم تروحي لدكتور امراض نساء عشان ياكد لك يا ماما اللي انت شفتيه اللي انا شفته. قلت له انا ما اعرفش حد دلوقتي خالص، انا ماليش حد الا انت وربنا. انا ولا على جد حالي ولا لي اب ولا لي اخ ولا لي ظهر ولا لي حد. انا عايزه ان انت تشوف بنتي يا دكتور. قال لي طب لحظه واحده، وراح رنن على دكتور برضه امراض نساء في ابو حماد. قال له انا هبعت لك دلوقتي حاله لام وطفله، الطفله حامل. انا عايزك تاكد لامها بس المعلومه وتشوف انت هتفيد امها تقول لها ايه، وتشوف انا غلطان ولا انا عندي حق ولا انا لا. قال له ماشي بعتها. خدت بنتي وانا ماشيه، طبعا ربنا اعلم بيا وباللي فيا، ماشيه زي التايهه لعند ما ضلتني اخبط واسال على الدكتور ده لعند ما وصلت. خد بنتي دخلت. ما فكرتيش تسأليها طيب ايه لا اللي حصل؟ دلوقتي ده لسه برضه انا ما بين وما بين لا، برضه بكذب نفسي وبكذب الدكتور. طبعا رحت لدكتور امراض النساء ده كشف عليها، فقال لها برضه اطلعي استني ماما بره. قلت له يا دكتور في ايه يا دكتور؟ قال لي يا بنتي بنتك حامل في نص الشهر الرابع. قلت له طب ابوس ايدك، طب اعمل ايه؟ طب قال لي ماليش يا ماما، خدي بنتك وامشي، ابوها يتولى مسؤوليتها. طبعا في الوقت ده انا وهي بس، فنزلت من العياده طبعا واني ربنا اعلم بيا ومشينا. فقلت لها بصي يا بنتي مفيش الا انا وانتي وربنا معانا. قولي لي حد ضحك عليكي وانت ماشيه وانت طالعه من المدرسه وانت رايحه هنا في الوقت ده كله؟ انا مش بفكر في اب، انا بفكر في واحد ايا كان عمل في بنتي ايه. عايزه اعرف مين اللي عمل في بنتي كده. طبعا قلت لها بنتي مش مستوعبه اللي انا بقوله لها. قلت لها الدكتور بيقول انت حامل، ازاي انت هي نفسها حامل؟ ما كانتش تعرف. دي طفله يا فندم، ما تعرف ازاي؟ قلت لها انت يعني في حد جلعك هدومك لبسك الداخلي وعمل معاكي حاجه؟ اول ما نطقت البنت قالت ابويا يا استاذ. لما بنتك تنطق وتقول ابويا عمل فيا كده، شوفي انت بقى تبقي في موقفي كده تعملي ايه؟ لما يكون الاب الظهر السند لبنته هو اللي بيطعنها وبيكسرها، ساب للناس اللي في الشارع ايه؟ طب انت عملتي ايه اول لما هي قالت لك ابويا؟ اول ما قالت لي ابويا جبتها في ايدي